المشكله العالم شوف في حصلت معجزه. هي بتحصل معجزه زي ما احنا شايفين. ده هو شايف كلام شايف ربنا راضي يعني. انت بيطلع عينك قد ايه في الحاجات اللي بتخرجها؟ يعني قوي. انت عارف احنا بنقول اللي معاه قرش ومحيره يعمل ايه؟ يجيب حمام ويطير. بس انا بقول اجيب عمار ابو شادي يطير واحد صح. هعمل لكم اعلان كريتيف واخراج مجانا والله. ده مسجل ولا مسجل؟ منى الشاذلي اتفضل. لا افقه شيء وجاهل جدا. هجيب لك جلطه دلوقتي ان انا بعمل كل اموري انكاش. هشتري عربيه انكاش، هشتري بيت انكاش. مش هقسط، بيحس بيه بالتخلف. مش هطلع كريدت كارد. انا هناك فاهم يعني ايه بالنسبه لي استثمار. بس عارف ده مش تخلف قوي. ليه بقى؟ لان هو عارف احنا كنا قاعدين في السيشن دي وكان بيقول لي عمرو ايه الحاجه اللي نفسك الناس دي تطلع بيها من القعده دي. وكنت بقول له انا بغض النظر عن ثاندر وبغض النظر عن تستثمر ولا لا، من اوحش الحاجات اللي بنعدي بيها ان احنا معظمنا عايش حياه مش ماشيه مع دخلنا طبعا. عشان يعني لو ف يعني عشان كده بقول لك حتى انا ما كنتش عايز الناس واحنا في المدرسه ما كنتش عايزهم يعلمونا ازاي نستثمر. كنت عايزهم يعلمونا ازاي ندير فلوسنا. صح. وان ازاي عدم اداره فلوسنا دي اكشلي هي مش مشكله بقى الاستثمار. هي بتحط ستريس كبير جدا علينا. صح. ازاي اتعامل مع الفلوس؟ يعني دي فلوس، دي 100 جنيه اعمل بيها ايه؟ ازاي اتعامل مع الفلوس؟ منتهى البساطه. انا عايز اتعلم ده. ولا انا عايز علمني. يعني انا بقول لك احنا لو خرجت انت قلت لي انت طلبت مني اللي هو اديني درس كورس مكثف. اديني درس. انا هبدا معاك درس. ايوه. ازاي تدير فلوسك بغض النظر عن ثاندر ومش ثاندر. ارجوك. اول درس انت بيطلع عينك قد ايه في الحاجات اللي بتخرجها؟ يعني قوي. بيطلعوا عينك قد ايه؟ قوي. فالفلوس بيطلع عينك في الفلوس اللي بتعملها صح. بذمتك بتركز بتصرف الفلوس دي ازاي؟ والله ابدا. اول مشكله عندنا مفيش توازن ما بين بيطلع علينا قد ايه في الفلوس اللي بنعملها وبنصرف الفلوس دي ازاي. صح. بنصرفها بمنتهى الاهمال. صح. انا مش بقول لك ان الحل انك ما تصرفش وما تعيش حياتك عيشه كويسه. الحل انك بس ركز انت بتصرف فلوسك ازاي. اصرف فلوسي ازاي؟ اصرفها بشكل يتفق مع المجهود اللي بتبذله عشان تعمل الفلوس دي. هل هي برضو مفتوحه؟ هي فيها قوانين سهله قوي. 50% من دخلك المفروض بيروح لمصاريفك الاساسيه، مواصلاتك، ايجارك، فلوس البنزين، الاكل، الشرب، الكلام ده كله. معنى كده لو انت بتصرف على حاجه، لو انت مثلا مرتبك 20,000 جنيه وايجار البيت اللي قاعد فيه 15,000 جنيه، انت عايش عيشه غلط. انت مش هتعرف تتحملها. صح. وعلى فكره ده معناه انك مش هتعرف تتبسط بالبيت ده، لان انت هيطلع عينك من كتر صح. كوابيس يوميه. وعلى فكره العكس صحيح. لو انت مرتبك 10,000 جنيه وعايش في حاجه وكل مصاريفك ب 2000 جنيه انت تعرف تعيش عيشه احلى من كده. يعني تعرف تعيش عيشه فك شويه. بالظبط. فكها شويه. هو بيقول لك عيش عيشه تتوافق مع دخلك. بعد كده في 30% دول بقى للدلع، الكاب الحلوه اللي انت لابسها ديت، بتشرب القهوه، الحاجات اللي هو الحاجات الزياده اللي بتبسطني. 50% اساسيات، 30% دلع. 30% دلع نفسك. ودي برضه بيقول لك يعني انا عارف ان لما كنت بقعد مع لما باجي مثلا بنات اقول لهم يا جماعه مين في الشنطه اللي نفسك تجيبيها وب 50,000 جنيه بس ضميرك مأنبك، بس بتشرب كل يوم قهوه بره تدفع عليها 120 و130 جنيه ومش فارق معاها القهوه دي، انت بس انك تاخدي تبطلي تشربي القهوه من بره، هتجيبي شنطه وجلد فري. يعني خلي بالك انا ما حدش بيقول لك عيش حياه قحط. كل اللي بنقول لك انت بيطلع عليك الفلوس دي اصرفها بشكل يبسطك. لو انت ما سبتش ال 20% في الاخر وصرفتهم 100%، حياتك هتفضل نفس الحياه، نفس مستوى الحياه. ولو لا قدر الله حصل زي الظروف دي تلاقي بقى هتدروب جدا. ايه اللي ممكن يديك نطاط في حياتك؟ هم ال 20% اللي هم دول استثمار. دول بتوعك اكشلي بقى. انا عايز بقى ولا تقول استثمار، دول اللي انت بتدفعهم لنفسك. 80% بيديها لناس تانية. ماشي. ال 20% اللي شالهم دول اللي انت شلتهم لنفسك. دي اول حاجه. دول فلوسك. دول بقى اللي هتتجوز بيهم، هتروح الهاني مون بيهم، هتسافر كاس العالم في امريكا فيهم، هتجيب الايفون 17 بيهم، هتجيب حاجات لنفسك. خلي بالك احنا في ثاندر او الاستثمار مش الهدف منه انك تبقى اغنى واحد وانا تعمل فلوس قد كده. الهدف منه ان احنا نقربك من الحاجات اللي انت بتحبها. فدي اول رول، ان انت فلوسك هتقسمها ازاي. لو خرجت من القعده دي ما بتصرفش اكتر ما بتعمل، انت الحمد لله بقيت احسن. لان اغلبيتنا بيصرفوا فلوس اكتر من الفلوس اللي بتعملها. 100%. دي مصيبه. يعني انا
بالذات كمان المخرجين بقوا شاطرين قوي، والاعلانات بقت جامده جدا جدا جدا. فمعظم الحاجات اللي احنا بنجيبها احنا بتقنعونا ان احنا محتاجينها، صح واحنا مش محتاجينها. 100%. 100%. انا باكد لك ده. انا من المكان اللي باكد لك. فاول حاجه، بس اول ملهاش علاقه بتندر، ملهاش اي علاقه باي حاجه، احنا بجد بيطلع عينينا عشان خاطر نعمل فلوس. تعالوا بس نركز بنصرفها ازاي. الحاجه الوحيده اللي ممكن تستلفها او الحاجتين ممكن تستلف فيهم الشقه، لان هي الشقه بتديك امان، ان واحد يكون عايش في شقته بدل ما يكون مؤجر بيديله امان. صح. فمش مشكله تستلف عشان خاطر الشقه، تعتبر برضو ديور حاجه اساسيه بتقعد معاك، او العربيه. بس السلف اصلا بتقول عليه ده بيبقى بياخد حته من الامان برضو. انا ضد 100%. عشان بقول لك لو هتستلف تبقى نسيسيتي زي البيت مثلا. لما بقى تستلف بقى عشان تجيب عربيه وبيت في اليونان. لا 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 ده انا معاك في ده تراب. انا معاك في ده. خباك. انا بقول لك هو الفينتك هو استخدام التكنولوجيا لاتاحه الخدمات الماليه. اكبر مشكله عندنا ان محدش علمنا ازاي ندير فلوسنا من واحنا صغيرين. التكنولوجيا بتسهلها. عندك بقى حل من الاثنين او طريق من الاثنين، يا اما استخدمها ان انا احسن من حياتك، وانا اعتقد ان احنا بنحاول نعمله في تندر، يا اما استخدمها ان انا احاول استغل ان محدش علمك تدير فلوسك ازاي والبسك في تسليك ملوش. قول لي بقى ايه اللي يعني انا بالنسبه لي كلمه استثمار دي صح. فيها ريسك. طيب دي مخاطره. صح. انا واحد بلدوكش 101. عارف البلاطه. انا في البلاطه انا وممتلكاتي جوه. احنا بس دلوقتي حطيت ال 20% على جنب. ماشي دي خلاص اتفقنا عليه. طبعا معلش هقطعك مش قادر بقى، هو درس خصوصي. ماشي انت المستر دلوقتي انت قلت حاجه كويسه جدا من شويه، مثال رائع، وهو انه بتعمل 20,000 جنيه 10,000 جنيه منهم اساسيات، مصاريف مدارس، مش عارفه ايه، ايجارات مدارس هشيلها على جنب دلوقتي شويه بس اقول يعني مثلا و30% اللي هم 3,000 جنيه دلع ب 6,000 جنيه عشان هي 20,000. ماشي 20,000 صح. 6,000 جنيه الكاب والعشوه والسوشي وانغامي وطلبات والباقي ده محتاج اعمل بيه حاجه لنفسي زي ما انت قلت، وحاجه دي تكون حاجه فيها يعني خليني استخدم الترم بتاع استثمار، او حاجه اللي هو استثمر فيها مجهودي اللي جبت بيه الفلوس عشان اطلعه. ده اللي انا بعمل 20,000 جنيه في الشهر. طب مش هتستثمر فيها مجهودك، بالعكس المجهود اللي انا بذلته في الفلوس قصدي. ده انت بالعكس، ده انت فلوسك بقى تبتدي تشتغل لك. ده قصدي، يعني انا تعبت عشان اجيب ال 20 باكو دول. دول بقى اعمل بيهم حاجه لنفسي بقى. طيب خلينا نتكلم على الكيس بتاعتي. انا هبقى اناني جدا سوري يا مستمعين. انا شخص ما بقبضش بالشهر. صح. فبقبض باللوكشه. قالوا لي كده جوه. ايوه نفس الكلام. انت بتقبض باللوكشه. ايوه 20% اللوكشه دي دولت بتوعك على جنب. ما انا عندي متاخرات بقى يا باشا. انا ما سافرتش بقى السفريه، ما جبتش الكاب اللي انت قلت عليه. لا ما اسمعني بس. وانت برضو عشان بقول لك انا انسى تندر. هي بتبدا بان انت تنظم فلوسك. انت المفروض انا باخد اللوكشه دي، انا بعمل المفروض انت بينك وبين نفسك تبقى عارف انا اللوكشه دي بتجيلي كل 6 شهور، بتجيلي كل سنه. فانت مظبط نفسك كده، انت عارف طبيعي بتجيلك شغلانه كل قد ايه، لازم تكون عارف الحته دي. لازم بل اكلم بقى كلاينتس. لا يعني ما لازم. لا انا جود يير بصور 20 يوم، وانا باد يير بصور يوم. اون افريج بتعمل والله انا بس ده يعني انا فيري سبيشال كيس. كاني فاهم، حاسس ان انا في تشاريتي. بس انا حقيقي ما اعرفش. انا بقيت 8 سنين بشتغل هذه الشغلانه. انا هقول لك. طب انا هقول لك، انا هاخدها من يعني هقول لك العادي، بعد كده هوصل لك ايه الحل. ماشي موافق. انا لو انا مكانك هقول مثلا انا خلاص انا بيجي لي لوكشه مره في السنه. ماشي مثلا. ماشي هبقى فيري كونسرفاتيف. اللوكشه دي بتجي لي مره في السنه. ماشي 50% بقسمهم على 12 دولت مصاريفي الاساسيه. ماشي و30% ده الكاب والكلام ده كله. ماشي و20% دول اللي هستثمرهم. حلو. بس انا 20% دولت عشان هم دلوقتي كده بقوا ملوكشه مره واحده، مش هستثمرهم كلهم مره واحده. اوكي. هقسمهم برضو ان انا استثمر زيهم زي الايجار ما بدفعه كل شهر، هاخد منهم حته كل شهر استثمرهم في حاجة. حلو. ممكن نقف هنا طبعا. يعني ممكن نقف عند الحته دي. اوكي. انا كمان خلي بالك الحاجه الثانيه انا عايز اقول لك على تو كونسبتس مهمين جدا كبيزكس. احنا لسه بنتكلم في اداره الاموال 101. ماشي. فده اول حاجه قلنا ال 50 30 20. حلو. تاني حاجه من الافات اللي عندنا في مصر ان احنا بنعامل الاستثمار كأنه ديانه. فيجي يقول لك انا اهلي ديانتهم الذهب. القرش اوعى واحنا عقارات تحط في او انا اهلي عقارات. او ويقعد بقى يقنعك ليه ان الذهب او العقارات او الشركات او الفلوس اللي في البنك احسن اداه. صح. فاول حاجه مفيش واحده احسن من الثانيه. اول معلومه انت عارفها، كل اداه استثماريه بتدي لك هدف معين. دي اول حاجه محتاج تكون عارفها. الذهب ده وسيله التامين بتاعتك.
انسى بقى الكلام بتاع مال الله في الارض والكلام ده ما اعرفش ده جابه من انهي حته. ده كفر باين. جبت منين؟ ودونا في داهيه يا جماعه ولا ايه؟ فين ربنا قال فين ان ده فلوسه يعني جبنا منين المعلومه دي؟ وكلام منتشر وخلاص بقى عادي يتقال، فاهم؟ كالتشر جدا. الذهب هو احنا حبينا احنا البني ادمين بمنتهى الامانه بنحب الذهب عادي، في كده علاقه ود ومحبه ما بين البني بيلمع كده تمام. ده الذهب هو وسيله التامين بتاعتك. 10% من ماشي. استثماراتك بتروح في الذهب. لو لا قدر الله الدنيا ضربت زي الكام سنه الحلوين احنا عايشينهم اللي فاتوا دولت، الذهب ثمنه بيزيد. لما ان شاء الله ربنا يكرمنا والدنيا تتحسن، الذهب ثمنه هيقل. فانت زي ما بتامن على عربيتك، بتامن على بيتك، بتامن على فلوسك بان انت تحط حته في الذهب. الباقي بتقسمه ما بين حاجتين. لو عليك اي التزامات على الفتره القليله بتحطهم في سيفنجز، اكنك حاطط فلوسك في البنك. ماشي. مشكله البنوك بمنتهى الصراحه ان بيقول لك لا لازم تقعد سنه والكلام ده كله. احنا عندنا على ثاندر حاجه اسمها كلاودز، بيدي لك الانترست اللي هو ال 20% بيدي لك بشكل يومي، تسحبه في اي يوم انت عايزه. ماشي. فالانترست ديلي تاخده في اي يوم، ما فيش بقى انك اربط فلوسي والكلام ده كله. ده لو عندك قسط كمان 3 شهور، قسط كمان 3 شهور بتحطها. الباقي ده كله بتحطه ما بين شركات وما بين عقار. هم دولت اللي بيدوا لك النطاط الكبيره في فلوسك. يعني هم دولت اللي وقتك الشركه ديت ثمنها زاد او الكلام ده كله. هل انت محتاج تختار الشركات بنفسك؟ لا، قسمهم على اكبر 100 شركه. في كده حاجه فند اسمه بي ام ام 100، ده بيقسمهم لك على اكبر 100 شركه. فانت كل شهر هتاخد حته من دخلك، هتحط منهم لسه ان احنا قلنا 20000 جنيه صح؟ 4000 جنيه هاخد 500 جنيه احطهم في الذهب، 2000 جنيه احطهم في السيفنجز على حسب عليا التزامات، وال 2000 جنيه ولا اللي فاضلين ال 2000 ونص الفاضلين احطهم بقى ما بين احطهم على الشركات، او لو عايز احط في عقار. وده تعمله كل شهر كل شهر كل شهر كل شهر. مفيش اسهل من كده. لخبطتك؟ لا خالص، بس بدور لسه على الحته اللي تعالج الشخص المتخلف اللي جوايا بتاع انه طيب ما انا دلوقتي لو جالي اللوكشه اللي هي كبيره صح، كام على هنعمل ايه بقى في يوم اللوكشه أيوة. بتاعتك دي؟ ولا خدها كلها؟ لا، هنعمل ايه في اللوكشه بتاعتك دي؟ هناخد ليتس سي انا جالي لوكشه 100000 جنيه عشان نسهل على الناس. ماشي. المفروض الناس منهم 20000 جنيه صح؟ هتاخد ال 20000 جنيه دي كلهم تحطهم في سيفنجز، تحطهم في حاجه عارف ايه السيفنجز اللي بتديك دخل ثابت. حطيتهم كلهم في السيفنجز اللي هو دخل ثابت، وكل شهر اخد الحته منهم ال 2000 جنيه او حاططها في الذهب، والحته اللي حاططها في الشركات والكلام ده كله. فانت اكنك حولتهم لشكل شهري. يعني هو انت بتتمرن؟ بتتمرن بتتبرع لا ماشي. بتمرن بشكل متقطع بس بتمرن اني احسن لو اتمرنت 10 ايام صبح ظهر 5 مرات في اليوم، ولا لو اتمرنت 3 مرات في الاسبوع لمده 6 شهور؟ صح، 3 مرات في الاسبوع لمده 6 شهور. لو في حد قالك لو مرنتك اسبوعين هديك فورمه، هتقول له نصاب ولا لا؟ التمرين ممل. صح، لازم ومحتاج ديسيبلين. صح، الاستثمار ممل. انا اسف انا بقول لك كده. بس لو عملته قعدت كل على اللونج تيرم بعد 6 شهور هتتبسط. زي ما بالظبط بعد 6 شهور هتلاقي جسمي هيظبط، فاحس ده انت بعد 6 شهور بتعمل زي ما بقول لك كده، بتاخد حته تحطها في فند اكبر 100 شركه. ده هو حاجه اسمها بي ام 100، هي دوسه زرار بتتقسم لك على اكبر 100 شركه في البورصه المصريه. انت عامه بتستخدمهم بكل. انا اديك اكزامبل هيعجبك قوي، وحته في الذهب وحته في السيفنجز، انت بقيت تمام. ليه انا كنت قلت لك خلي فلوس المدارس على جنب؟ مفروض جزء من الاستثمار ده، انت على فكره من الناس فاكره ان الفلوس اللي انت حاططها على جنب دي انت حاططها عشان خاطر بقى لما تطلع المعاش لا 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 لا، الفلوس دي عشان انت لما تعوز حاجه اعرف تعملها. انا بقول لك بقى تافهه زي انك تروح كاس العالم تجيب شنطه تجيب الايفون، او المفروض فلوس مدارس عيالك، ان مع الوقت ان انت محتاج تدخل عيالك المدارس، انت فلوسي جاهزه، فلوسك كبرت وجاهزه انها تعمل الحته دي. انت مواليد كام؟ 88. انا كمان. شهر ايه؟ 8. لا بتهزر. يوم 12. انا 6. اكبر انا اكبر منك ب6 ايام. حلو. كنت عشان كده انت بتستثمر وانا لا. قال لي انا بقى قبليك ب6 سنين عشان اكبر منك بيوم. مفهوم جدا. لو واحد اتولد 98 وابوه وامه اخدوا قرار ان هم ياخدوا 1000 جنيه كل شهر يحطوهم على اكبر 30 شركه في البورصه المصريه، ما بيختاروش اي حاجه. ال1000 جنيه بتتقسم على اكبر 30 شركه كل شهر. اللذيذ عشان هي اكبر 30 شركه فهي لوحدها لسه بتتغير كل شويه. مش غيرش بالي قصدك. جم 20 ما بيعملوش اي مجهود. جم 2024 اخرها اخرين بقى الواد اتخرج وعايز يبتدي يشتغل، عايزين فلوسه. ده تقريبا 324 الف جنيه اللي حطوه كل شهر. هيديله كام في ايديه اليوم ده؟ 7 مليون جنيه.
ما عملوش اي حاجه، كل شهر بيحطوا 1000 جنيه على اكبر 30 شركه، ما فيش اي مجهود. هو ده اللي بحاول اقول لك. انت هو في اكيد حوار يعني بالنسبه لي انا، لان بتكلم انسان عنده خلل ذهني. بقول لك بحط فلوسي في البيت، يعني فاهم قصدي. الكلمه بتاعت اللي انت دلوقتي قلت فرق كبير قوي بيننا وبين البنوك. انا بالنسبه لي دلوقتي عايز اعرف ايه الفرق بينك وبين البنك. وانا برضو الراجل مدير البنك ما اتصل بيا في تليفون، استاذ محمود لو سمعنا، بعت بيت، حطيت فلوسه في البنك، فبيعت بيت ففلوسه كتير، وبجيب بيت تاني الاسبوع الجاي يعني بفلوس اكتر، فحطيت لي فلوس في البنك الاسبوع ده، عايز اسحبها الاسبوع الجاي. الراجل جاله هارت اتاك، اتصل في التليفون جيلي انا بقى حسيت هتاخدوا فلوسي. هو بيقول لي سيبهم في البنك وخد وديعه بضمان الفلوس. انا حسيت بقى هات لي فلوسي، انا مش دعوه بيا. لا انا اقول لك مشكله انت دي 7 مليون جنيه باماره ايه؟ ليه بتساعدني انت كده معناها؟ انت كده انا لا على فكره انا ما ساعدتكش في حاجه. ايوه انا بقول لك وضح لي هذا السوء التفاهم. انا هقول لك على حاجتين بس عشان نتكلم عن تقوله. على فكره انت تعتبر بتستثمر، بس انت بتستثمر في العقار بس. عشان تبقى عارف، ما هو انت اللي بتبيعها وبتشتريها ديت دوت اي وود اسيوم ده كنوع من انواع الاستثمار، صح؟ يعني بحاول، بس يعني بفكر بشكل جاهلي اكتر، ان انا عايز اجيب بيت احسن، بيت اكبر، بيت يناسب، بيت مستقبلي، ما بقاش عايز اغيره. فده بيتك وعايش فيه، فده بيتك وجزء منه استثمار وجزء منه انت عايش بالظبط. هو ده تمام عامه يعني. هو انا عامه بقول لك اجان انك تستثمر في بيتك، ده انا رايي ده حاجه مهمه جدا. ايه اخر شركه كان نفسك تعملها وانت كان نفسك؟ انا كعبد الرحمن عمري حبيت اعمل شركه، عملت مره شركه كانت في مجال ايه؟ ادفرتايزنج. شركه مدينه الانتاج الاعلامي موجوده في البورصه. موجوده في البورصه. انت بمنتهى البساطه لما اجي اقول لك استثمار في الشركات، انت حته من فلوسك راحت بقيت مالك في هذه الشركات. ازاي 300,000 جنيه بقوا 7 مليون جنيه؟ استثمار في هذه الشركات قيمتها زادت، توصل ب 7 مليون جنيه. مش سحر يعني، انت قصدك تحاول تقول لي هو مش سحر ومش اشتغاله؟ مش اشتغاله، انت مش وعد بتستثمر في شركات والشركات دي بتكبر، فانت بتكبر معاها بالصدفه. عشان كده بالعكس انا بقول لك اي حد هيوعدك ان انت تعالى هات لي فلوس هديك 50% في خلال شهر شهرين كام الاستثمار هو حاجه ممله. بس لو انت عندك الديسيبلين انك تقعد بتعملها كل شهر زي التمارين، احسن نتيجه هتجيلك. لو انت ممل في الاستمرار، وزي ما بقول لك كده، انت اول ما يجيلك اللوكشه بتاخد 20% الاول على جنب، دولت بتوعي اللي انا هستثمرهم، دولت ما بقربش منهم. انا هعتبر اكن اللوكشه اللي جات لي فيها 80% ما فيش 20% دي. ده من الكلام اللي بسمعه وانا فاشل في تنفيذه، ولكن حابب دلوقتي بتبسط لي الموضوع، فانه يعني يمكن ده شيء يفيدني كانسان بجد كعبد الرحمن، ان انا دايما بفتخر اي شيء غبي اللي هو انا الفلوس بتاعتي، محدش ليه حاجه عندي، فاهم قصدي؟ جنبي واخدها واحطها طب افتح حساب بره ابدا، فاهم قصدي؟ ممكن اقول لك حاجه عبد الرحمن كمان بمناسبه الاستثمار. اهالينا لحد 2023 لو سالت اي حد كان يقول لك احسن حاجه تحط فيها فلوسك ودائع في البنك، صح 2023 اي اب كان مستني معتمد على الفلوس اللي في البنك عشان خاطر يجوز بيها ابنه او بنته، صحي في اخر السنه لقى ان نص الشقه اللي كان هيجيبها الفلوس اللي معاه ما تجيبش غير نص الشقه دي. فهل معنى كده ان الودائع وحشه؟ لا، الودائع ليها ظروفها وليها استخداماتها، بس لما جه حط فلوسه كلها في الودائع ما خدمتوش لما حصلت ظروف تانية، زي حصل التضخم وحصل الريل استيت. عارف ايه مشكله الريل استيت؟ انك يوم لما تحب تسيل الريل استيت اللي انت جبته دوت هتاخد فيه وقت. طبعا مين هيدفع كاش الرقم ده دلوقتي كله على بعض؟ عشان كده بقول لك انت لما تيجي تبص على لو انت بتعمل زي ما بقول لك كده محفظتك، في جزء منها في سيفنجز، فلو عندك اي مصروف او اي حاجه بتعرف تبيع منها، في جزء منها في الشركات، فده بيطلع برضو لما بيطلع الشركات دي عامه بتوزع شويه توزيعات في اخر السنه او ممكن تبيع. الحل انا مش انت عارف هو اللي مصعب الحاجه على الناس، انت فاكر ان تكون معاك مبلغ قد كده عشان تستثمر؟ انا شايف كده، واول ما يكون مبلغ قد كده ما بقت صعبه، انت بقى الريسك بتاعك بقد كده. او عايز استثمر لما بقى اوريدي حوشت فلوس كتير قوي، فما عنديش، انا بقول لك افكاري المتعفنه اللي هو لا، لما يبقى عندي فلوس قد كذا، رقم جوه مخي طبعا عملاق، ابقى ساعتها بقى تقول لي اروح اجيب بيت في اليونان ولا احط فلوس في طنطا. ايه المشكلتين؟ هل ينفع حد يقول لك انا هروح الجيم لما ابقى فت؟ طبعا دلوقتي انت لو حد قال لك اعمل له ايه؟ يا ابني ما بتتمرنش ليه؟ قال له انا بس مستني لما اظبط نومي واكلي ابقى اروح الجيم. يا ريت نومي اظبط جسمي، نومي كده مصاريفي. لما عضلاتي تقوى وياقتي اروح الجيم. يا عم انت ما انت روح الجيم عشان يبقى عندك، طلعتني غبي قوي عشان يبقى عندك عضلات. مش قصدي والله. الحاجه الثانيه المشكله كمان، انا بغض تعالى ننسى شويه الاكزامبل بتاعك، مستني يبقى معاك لوكش قد كده، حجم المخاطر بقى زياده عليك، فانت بقيت خايف. انما لو هو حته من مرتبك كل شهر، هي بتتعلم معاه، انت مش معقدها على نفسك. صح. هو دايما حد يقول لك ايه اصعب خطوه؟ هي اول خطوه، واول حل بيقول لك ابدا يا عم، ابدا صغير. ليه بتصعبها؟ ليه لازم تعمل
انت اول اعلان عملته كان كبير قوي ولا بدات لا حاجات طبعا صغيره؟ طبعا. اكن حد بيقول لك انت مش بتخرج ليه اعلانات ليه ما بتعملش افلام سينما أصل أنا بره؟ مستني عايز يا عمي صح ما صح تبدا صح. بحاجه صغيره ورا الثانيه تلاقي نفس بتيجي واحده 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 واحده. إيه. هو ده هيوصلك للاعلان الكبير او للفيلم الكبير. بيميك كومبليت سنس. وبصراحه شديده كنت في اول حاسس انه دايما انا سمعته قبل كده من مدير البنك او الراجل بتاع التليفون او جوز خالتي اللي كان عايزني اجيب سبايك، ومش منطقي. بس دلوقتي حاسس انه طب ما صحيح الموضوع اتبسط بالديجيتايزنج وورلد، والموضوع ما بقاش فيه الارهاق الذهني بتاع طب احطهم فين، طب اديهم لمين، طب اعمل ايه، فخلاص انت هتوزعهم لي على عدد معين من الشركات. انت دلوقتي لو نزلت ثاندر هتفتح الاب. ثاندر على فكره شركه مرخصه، ها، من الهيئه العامه للرقابه الماليه، معانا رخصه. 500,000 واحد بيستثمروا على ثاندر. 80% منهم اول مره يستثمروا كان على ثاندر، فزيك. متوسط العمر حوالي 32 سنه، كمان صغيرين. 50% من بره القاهره. دول اكبر ناس دلوقتي في السين الاستثمار في مصر. قول لي حجم التداول على ثاندر كام الشهر اللي فات من الناس دي؟ مش عارف. قول رقم، اضرب رقم. 100 مليون جنيه. انا بقول لك يا عم احنا شركه 25 مليار جنيه مصري. شفت انا غلبان لانه درجه. 24. خلي بالك دول 80% اول مره يستثمروا عن طريق ثاندر، وبقوا دلوقتي اكبر قوه في البورصه المصريه. عشان بس فانت هتنزل ثاندر، هي شركه مرخصه معانا كل الرخص. لا ما فيش، احنا مش بنتكلم في حاجه اسمها شكوك. في حاجه اسمها الفا. الفا دي هتدوس عليها يسالك شويه اسئله. انت عايز تكبر فلوسك ولا عايز تحافظ على فلوسك؟ طب انت كذا كذا، ويقول لك قسم المبلغ اللي هتحطه بشكل شهري ما بين ادي الصندوق ده بيستثمر في الشركات، الصندوق ده بيستثمر في الذهب، الصندوق ده بيستثمر في حاجات سيفنجز اللي هي اكنها حاططها في البنك بمنتهى البساطه. واقول لك حط. انت عارف انا ابتديت مؤخرا اكتب على لينكدين مقالات. المقاله جايه اصلا عايز اعملها اسمها ما تحطش مليون جنيه على ثاندر. عشان اول هدف منه انا عايزك تحط، ما ترميليش بالكات. انا عايزك كل شهر، انا ما تنزليش اللي هو انا هتمرن 10 ساعات في اليوم. انا عايزك ابدا واحده واحده. الهداوه يا شباب. وعايز اقول لك على حاجه، خلي بالك انا هكسب منك اكتر بكتير لو انت حطيت لي مبلغ كبير، بس انا عايز اكسب معاك. بس كل شهر حط لي. الحاجه الثانيه ما تبتديش تشتري، ما تبتديش تختار شركات بنفسك. خلي بالك، ما انت الاستثمار ممكن تقول انا عايز اشتري في ايديتا ولا في جهينه ولا في سيبنا احنا نشتغل الاول، حطها في صندوق. ما تتودك كده انا بكسب على فكره اكتر بكتير منك لما بتشتري في شركات طبعا. بس انا مش عايزك تخش في الحته دي، انا عايزك تاخدها انت واحده واحده. انت بعد شويه هتلاقي الموضوع يجي بقول لك خلاص خد حته صغيره منهم، تبتدي انت تشتري شركات بنفسك. اتعلمت قصدك بقى، ما كنت اتعلمت شويه. انا فهمت هي لذيذه قوي، هي ليرنينج بروسس. انا حاسس كده هي امباورنج جدا جدا جدا. انت عارف لما تستثمر في شركات انت بقيت ايه؟ انت بقيت تتفرج على شارك تانك. طبعا هي نفس الحاجه، انت بقيت شارك قاعد وبقرر احط فلوسي فين. عبد الله سلام مدينه مصر هو اللي بيجي يقول لك يا عم والنبي تعالى استثمر معايا في الشركه. السويدي اللي بيجي يقول لك تعالى استثمر معايا. انت قاعد والشركات دي هي اللي قاعده بتعرض نفسها عليك. طب اسالك سؤال تاني بره الدرس بتاع المستر والتلميذ. انت طول عمرك انتوا فاينانشالز وايه يعني دماغك كده طول عمرها سو ناو يو هاف ثاندر. انت ايه اول استثمار ناجح عملته في حياتك؟ انا مش هقول لك اول استثمار ناجح. انا قبل ثاندر كنت قول لي اول استثمار ناجح. تخبيه عليا ليه؟ بالعكس اقول لك حاجه ألذ. انا قبل ثاندر كنت في اوبر، كنت مدير عام اوبر في مصر. ماشي. كنت عايز اعمل ثاندر من 2016. بعد كده رحت اوبر 2017، وفي 2018 بقيت مدير عام اوبر في مصر. 2019 انا عايز بعمل ثاندر، انا عايز اعمل ثاندر من 2016. لما رحت ثاندر ادوني اسهم في لما رحت اوبر ادوني اسهم في اوبر. اوبر شركه مدرجه في لا مش مدرجه، حتى ساعتها كانتش مدرجه، بس هي دلوقتي بقت مدرجه، ساعتها كانت مدرجه. لما جيت اسيب اوبر عشان ابدا ثاندر، كان عندي اتفاق واحد مع مراتي ان احنا مش هنخرج عيالنا من المدارس. كان اسهم اوبر ساعتها تسوى سنتين من فلوس مدارس عيالي. انا لو ما كانش عندي الفلوس دي على جنب، والله العظيم عمري ما كنت هعرف استقيل واعمل ثاندر. هو الاستثمار هو ده بالنسبه لي احسن استثمار. ده خلاني اعمل حاجه. هو احسن استثمار مش هو هحقق لي 100% ولا أيوة. احسن استثمار هو اللي عرف يخليك تعمل حاجه انت كنت عايز تعملها بمنتهى البساطه. انا شريكي سيف اشترى البيت بتاعه. سيف اصلا عايش في الامارات وعايز لما يرجع يعيش في مصر يعيش في سوما باي. اشترى بيته من الاستثمار مش من مرتبه. احسن استثمار مش اكتر استثمار يعمل لك عائد، هجيب لك اللي انت عايزه. سواء بقى بقول لك بقى شنطه، ايفون، كاس العالم، ولادك في المدارس، هانيمون، جوازه، عربيه. طيب لمستوى الطالب الغير متعلم زيي يعني يمكن يكون بيرسونال شويه، بس قصدي ايه الاستثمار اللي احمد عمله قبل ثاندر حتى وفعلا كان بالنسبه لك جريت اكزامبل
قبل ثاندر الاستثمار الوحيد اللي عندي كان اوبر. انا ابتديت استثمر بعد ثاندر. والله. فما كانش ان يور دي ان ايه ولا انا عندي ممكن واحنا خارجين ناكل مع بعض اقول لك انا هعزمك وبتاع، بعد كده اجي احط بالكارت الاقي ما مفيش فلوس يدفعش. بالكارت، عشان بس اقول لك من الاخر. وانا من اكتر انا عندي مشكله صرف رهيبه يعني. هاي الحل بقى بتاعي اول ما والله العظيم 3 ما بضحك عليك، عشان اول ما مرتبي بينزل باخد الحته على جنب اللي بستثمرها دي فلوس، انا عملت اللي عليا، ادي تعليم ولادي وادي الحاجات اللي عليا، الباقي ده بقى بصرفه وانا تمام. انا عملت اللي عليا. ده بقى لا لسه ما وصلتلوش. انا عامل زيك، انا شخص هأمن مصاريف مدارس بناتي، هأمن بيت كويس عايز اقعد فيه، خلاص انا دلوقتي كده هديت للاسف، بطيت. اللي انا قاعد في بيت عاجبني، في فاليو في الماني رائع، جبته بالرقم دلوقتي بقى تريبل، فانا حاسس لا يا جماعه ده انا عندي فلوس، فاهم قصدي؟ بس مش هبيع اقعد في الشارع برضو، doesn't make ده مش sense. هبيع، ده مش فلوس عشان ده بيتك. بالظبط، ده قصدي مش هينفع يتباع، مش هينفع يتفك. بس قصدي ساعات بقعد اقول في مخيلتي لو فطست بكره الصبح بس يبيعوا البيت، ده مش منطقي. يعني محتاج امن اشياء تانية زي ما انت قلت، اسستين بيها مصاريف البنات، ولو عايز اجيب عربيه، ولو عايز اجيب بيت في سوما بي زي شريكك وات ايفر ات از. المشكله اللي بتجيلي انه لما بيجيلي البالك مثلا اللي هو تحويشتي او الكام يوم تصوير او whatever it is، بقوم فجأة عامل زي كده، انا هعزم وهسافر جدا وهصرف كل عشان انا بقول لك هو الناس فاكره ان الاستثمار ده جايين نخنق عليكم. انا بحس كده بصراحه. 20% على جنب، وصف الباقي زي ما انت عايز. زي ما انت قلت انا لازم امن كانه يعني هي كلمه والله كان ناس كده بتقول، هي اللي منهم امي عادي، انه اعتبر نفسك ما قبضتش 100,000، اعتبر نفسك صرفت 80,000. والله العظيم هو ده بالظبط. لا عايز فكره، في كتاب اسمه اغنى واحد في بابل، بيتكلم على حضاره بابل. دي من اغنى الحضارات في التاريخ من 4000 سنه. اقرا الكتاب دوت، هو بيقول لك من 4000 سنه كان اي 10 كوينز بينزلوا بياخد كوين بيستثمره وبيصرف 9 كوينز تانيين. خليك برضه، انا عايز اقول لك على حاجه، لان هي احنا كنا بنتكلم اعتقد من كلنا ستريسد جدا جدا جدا، وزي ما انت بتقول يعني ما خدك، ده مش فكر طبيعي لبني ادم نقول انا لو بكره فطست عندهم البيت ده، من كتر الدنيا صعبه، من كتر وشايلين همهم احنا والكلام ده كله، وعشان باد سبندر انا مش عايز اخلي مخي يقول لي انه حوش دول، انا عايز اصرفهم برضه. الدنيا صعبه، الدنيا بقت صعبه يعني. صح برضه احنا على ايام اهالينا مدارس كانت حكومه ببلاش، التعليم كان ببلاش، دلوقتي لا، الحاجات بتغلى جدا جدا. وانا من الحاجات اللي بتريحك نفسيا انك تحس انك عامل اللي عليك او انك تعمل اللي عليك. الاكشن بتاع ان انا بحط 20% على جنب دول بستثمرهم، سواء بقى ذهب، عقار، شركات، سيفنجز، انت عملت اللي عليك. يعني انت دلوقتي وانت كده بتنام كده انا عملت اللي عليا ناحيه بناتي وعائلتي والكلام ده كله، اتبسط بحياتك زي ما انت عايز. انت بس عندك حته، واعتقد بما انك هنا في سين كمان انت لازم يكون عندك حته ازيد شويه. ده انا كنت عايز اقول لك على حاجتين. انت مهم قوي يا ابو زيد، ان انت تحسب مصاريفك الاساسيه كام خلال سنه. يعني العادي خلال 6 شهور، بس بما انك انت دخلك متقلب فخلال سنه انت تشوف في الشهر بتصرف قد ايه ما بين اكل وشرب ولبس للعيال والحاجات دي، كام في الشهر. الرقم ده تقوم ضربه انت في الطبيعي بيضربه في 6 شهور، في 6 بيضربه في 12 بيسموه سولوشنز فاند او ايمرجنسي فاند، ضربه سولوشنز فاند ضربه في 12. الفلوس دي تحطها في سيفنجز برودكت، تحطها على فند في كلاودز من الاخر. ليه؟ عشان لو لا قدر الله حصل اي توقف في دخلك انت عندي ده متأمن سنه، اللي هو انا عمرك ما اللي هو هيصرف على النيسيسيتيز بتاعتي. بالظبط كده. الحاجه الثانيه اللي انت تخلي بالك منها لما تيجي تستثمر، عشان تستثمر الاستثمار ده يبقى استثمار صح. مفيش استثمار اللي هو ده احسن من ده، بس الاستثمار الصح لازم يكون فيه 3 حاجات. لازم يكون عندك فيزيبيليتي، هو سعره كام النهارده. من اوحش الحاجات بتاعت الريل استيت برأيي الشخصي ان يقول لك اصل الشقه اللي اتباعت في اخر الشارع اللي في الكومباوند دوت المتر كان بكذا، يبقى انا المتر كده بكذا. اي جريد ايه انفستمنت لازم تكون انت عندك حاجه معتمد عليها ان هو فعلا سعرها يزيد كام النهارده. يعني لما وهيفضل يزيد وساعات بيقل على فكره. يعني احنا بعد التعويم كل حاجه في مصر كانت متقيمه على 100 جنيه الدولار، نزلت ل 50 جنيه. كل حاجه في مصر سعرها نزل. اللي كان مستثمر في الشركات في البورصه شافها النازله دي كانت ميزه، لان انت بقيت عارف استثمارك يسوى كام النهارده. اللي كان مستثمر في حاجات ما فيهاش فيزيبيليتي الاسعار ما بقاش تاه، مش عارف مين خسر ايه. الحاجه الثانيه في الاستثمار لازم يكون عندك القدره انك تسيلها بسرعه. عندك القدره ان انا يوم لما احب احول هذا الاستثمار لفلوس لكاش يبقى سريع.
اي استثمار ما عندكش الحته دي مشكله كبيره فيه، يعني ريسك كبير طبعا، مشكله جدا كبيره جدا جدا. تالت حاجه ان اللي تستثمر ده في جهه رقابيه عنده رخصه تأمنك ان انت مش يعني. ودي اكشن دي اهم واحده. وعلى فكره هي كلها بترجع يا جماعه ليه احنا بيطلع علينا عشان نعمل فلوس for some weird reason ما بنركزش بنصرفها ازاي. لا صدقني in the weirdest format. يعني انا كتير قوي بقعد لقعد بتاعت انه من ايام كنت بعمل فلوس قد كده وبقيت بعمل فلوس قد كده، بس بتخض نفسي خض انه فجأة بحس انه يا لهوي فين الفلوس. حقيقي ما بقى مش بهزر، حقيقي انا قاعد انا ومراتي كده في ميتنج على السفرة، الله اعلم المبلغ ده زي ما انت قلت 100,000 او المبلغ ده مليون، والله ساعات ببقى عارف راحوا فين. قال بقى بيقول لك بقى ايه، لو انت خدت 20% على جنب اصرف بقى ما انت خلاص انت عملت الحته اللي عليك. في ده الامان بتاعي اللي هو بيغطي لي 20% على جنب. لا لا مش بتكلم على السنه، انت من 100,000 جنيه المليون جنيه خدت ال 20% دول استثمرتهم. وبيأمنوا لي نيسيسيتيز، بيعملوا كل حاجه بقى. بيعملوا لك كل حاجه. ومش على فكره مش بيعملوا لك نيسيسيتيز بس، بيعملوا لك راحه البال. يعني لا قدر الله الدنيا ابس اند داونز. فاهمك جدا، الدنيا ابس اند داونز، فاهمك جدا. لا قدر الله الدنيا ابس اند داونز، وساعات على فكره الداونز وربنا يعني ايه يعني تقع ماليا احسن. لما تقعد ماليا لا قدر الله ان شاء الله ربنا ما يشوفش، انا عملت اللي عليا. غير لما تيجي تقول لي يا عم انت قعدت تصرف فلوسك ولا كنت مفكر. انا كنت بعمل عليا، كنت بحط ال 20% على جنب بستثمرهم بالشكل دوت، تقول خلاص انا عملت اللي عليا. ايه الحاجه اللي تخلي اي بني ادم زي ما احنا دلوقتي بنتكلم انه انا سبيشال كيس او الفريلانسر سبيشال كيس او اللي بيقولوا، ايه الحاجه اللي بتخلي الاستثمار شيء او لغه لازم يتحدثها جميع الطبقات الاجتماعيه؟ ايه اللي يخلي واحد بيعمل في الشهر 3000 جنيه يستثمر وبيعمل 3 مليون جنيه في الشهر يستثمر؟ لان احنا عايشين في عالم كل حاجه فيها بفلوس. يعني اي حاجه اي المشروع اللي عايز تعمله بفلوس، جوازة بنتك بفلوس، العربيه بفلوس، يعني مفيش حاجه بتتحقق غير بفلوس. احنا عايشين في زمن الاعتماد على مرتبك لا يكفي. انت مش عايشين في زمن اللي هو التعليم والصحه والحاجات دي ببلاش، فانا مش مشكله ان انا يا دوب. احنا عايشين في زمن الحاجات بتغلى، المسؤوليات بتكتر، فالاستثمار هو مش حلك. الاستثمار هو الحل بجد والله. يعني انت عارف حاسس انك ما قلت، يعني مش قصدي حاجه طبعا، بس قصدي انت قلت لي كلام يكاد يكون عندي منه وعي، يعني بعيد عن الهزار، انه فاهم انه لازم حتى كامل امهاتي لازم يا ابني تسيب حاجه للدنيا. طول عمرنا يا عم بيقول لك اسمع كلام منطقي. ممكن اتفلسف شويه عليك؟ اتفلسف شويه ارجوك. من 30 سنه كان عادي انك ما تتمرنش، الاكل كان صحي، ما كانش فيه بقى البروسيسد فود والجينيتيكلي انجينيرد فود، وكانت الناس بتتمشى كتير قوي قوي قوي. الزمن اللي احنا فيه ده الاكل بقى بايظ، قاعدين على طول ما بنتحركش ما بنعملش، ما ينفعش ما تكونش بتتمرن. صح. نمط حياتنا خلى يعني اهالينا جدودنا جدنا وجدتنا ما كانوش ولا بيروحوا F45 ولا اليفيت ولا بي فيت، وكانوا فيت جدا عشان خاطر بيطبخوا وبينظفوا حتى صحيا، بس مش لازم فيزيكالي. انا بتكلم صحيا. صحيا عشان كانوا بيعملوا مجهود كبير جدا. طريقه عيشتنا دلوقتي لا، لازم انت تتحرك، تانديوس حركه في جسمك، لان انت قاعد على طول على الكلام ده كله. على ايام اهالينا برضو التعليم كان ببلاش، كل حاجه سهله. ابن الوزير بيروح مع مدارس واحده، نوادي واحده. دلوقتي لو عايز تعلم ولادك تعليم كويس بفلوس كتيره جدا، لو عايز تعليم صحه كويسه، لو عايز تعيش عيشه كويسه، البيوت بقت غاليه جدا. ما ينفعش تعيش معتمد على مرتبك. وعايز ارجع تاني اقول احنا مش هدفنا ان احنا نعمل ناس اغنياء. خلي بالك انا مفيش ولا مره قلت لك انت محتاج تستثمر علشان تبقى اغنى. وانا كل اللي عايز تستثمر يا اما عشان تبقى انت راحه، عندك راحه نفسيه. بس ده مش معناه انه هبان مادي. ده مش معناه الاستثمار مش برضو اوبشن انه يعمل لي فلوس. مش قصدي ثروه، بس قصدي لا هيعمل على فكره، يعمل لك ثروه. بس انا نفسي الناس تعرف. انت عارف النهارده ما بتعيش عشان تستثمر، انت بتستثمر عشان تعيش. لما انت قلت لي ايه احسن استثمار عملته، مش هقول لك انت مستني مني رد كسبت فيه 200 300. لا خالص. انا بصراحه يعني من اول ما ابتديت الكلام وانا عارف ان مش تبي اجابتك، بس كنت كيوريوس اعرف انه ايه نوع الاستثمار او الريسك اللي خدته في حياتك علشان وكان ريوردنج يعني. فانت قلت لي انه انا خباك هو احسن استثمار عملته في حياتي اني عملت ثاندر. يعني دي اكبر اني خدت هذا القرار. بس هو احسن استثمار هو التنويع. لان هي كل حاجه يعني انا لو بصيت على محفظتي انا حاطط حته في الذهب كسبان فيها عشان الدنيا هباء بالكام سنه اللي فاتوا. بس انا كنت عايز اقوله الاستثمار هو في الاخر وسيله
انك تعيش الحياه اللي انت عايزها. يعني انت لو كنت كنت مريح بالك. قبل ما تبتدي، انت كنت انت قبل ما تخرج كنت شغال في شركه ولا كنت تعمل ايه؟ لا كنت شغال كريتيف، بقبض مرتب في الشهر عادي. انت لما تقرر تقول انا عايز استقيل وابتدي ابتدي انا لوحدي، ابقى فريلانسر او ابقى انا حر، لو انت بتستثمر من زمان القرار ده كان هيبقى اسهل عليك قوي. 100% ده اللي بحاول اقوله. كنت هسكيب فقره اللي هو يا نهار اسود انا بعمل ايه، انا معيش مليم، مش عارف اكل واشرب. مش هيبقى عندك الاسترس دوت. يعني انا بقول لك انا ليه ما كانش عندي الاسترس لما عملت ثاندر. كان عندي سنتين انا مش هخرج عيالي من المدرسه، ولو على فكره بعد سنتين لا قدر الله ما كانش ثاندر مشيت كنت هرجع اشتغل تاني. انا خلاص انا عملت حلمي. لو انا كنت بستثمر قبليها بقى، مش بس كده بالصدفه اخدت اسهم في اوبر، لو كنت بستثمر بقى لي فتره كانت ممكن يبقى انا عندي المهله 3-4 سنين ان ثاندر تنجح، لان كان معايا. هو الاستثمار بيدي لك فاينانشال باور. فاينانشال باور، وكلمه راحه بال دي كلمه هي راحه البال عظيمه. وحر قرارك، تبقى عندك راحه بال وحر. وراحه البال اعرف امشي، اعرف اشتري. انا عايز اقول لك حاجه، راحه البال مش ان انت يبقى عندك ملايين الملايين في لا البنك. لا انت عامل اللي عليك، اساسياتي كمان متامنه. اساسيات متامنه وعامل عليك الزمن دوت. احنا ما نقدرش نملك اكتر من احنا نعمل اللي علينا. والله العظيم نعمل اللي علينا. والحاجه الثانيه تبقى حر قرارك. لو مديرك مطلع عينك في الشغل اقدر امشي، انا مش مكمل عشان خاطر انا هصرف ازاي. لا لا انا هقدر بكره اروح ادور في شغل تاني واقدر 3-6 شهور عادي على ما الاقي الشغل اللي عاجبني. بالظبط كده. تعرف احنا بنقول اللي معاه قرش ومحيره يعمل ايه؟ يجيب حمام ويطير. بس انا بقول يجيب عمار ابو شادي يطير واحد، او ينزل ثاندر ويستثمره. موافق. موافق يا احمد يا حموده. انزل ثاندر حلو واتصل بيك في التليفون. حلو ده والله يعني ده شرف لينا والله العظيم. والله العظيم ما بهزر. والله يلا ليه وهكلمك في التليفون ونشوف بقى هعمل ايه. انا اقول لك نعمل حاجه، انا ابقى انا المستشار المالي ليك وانت تخرج لنا اعلان ببلاش. موافق. ايه دي كسبانه؟ تبقى كسبانه جدا دي احلى كمان. لا انا كسبان، انا مضحوك عليك. لا والله في اي وقت هعمل لكم اعلان من سينك سامت مع ناشد. هعمل لكم اعلان كريتيف واخراج من غير فلوس. حلو متسجله دي. هعمل لكم اعلان كريتيف واخراج مجانا في مقابل انك تعلمني كيف استثمر والله في حياتي.